انا جيت. اول واكبر مشكله قابلت عشاق الشوكولاته هي المقاطعه، بما ان شركه كادبري وشركه جالاكسي كانوا اكبر 2 شركات شوكولاته بيقدموا شوكولاته اجد نوع شوكولاته، فهنا حصلت المشكله. احنا بقى عملنا ايه؟ دورنا على بدائل الشوكولاتات اللي موجوده في السوق وافضلهم ايه، وقررنا نجربهم مع بعض، وجبنا شويه شوكولاتات كتير ويلا بينا نشوفهم مع بعض ونجربوهم. وجبنا كل دول، جبنا دي انواع شوكولاته كتير من شركات مختلفه وكلها مصريه، هنجربهم واحده واحده مع بعض ونشوفوا ايه دنيتهم وهل هيقدروا فعلا ينافسوا كادبري وجالاكسي ولا لا. دي كاتاكيتو، شركه شمعدان معروفه جدا، بتنافس كيت كات ومن زمان، اقدم شركه شوكولاته في الكوكب تقريبا. شركه كورونا عملت 3 اطعمه مختلفه من الشوكولاته، كان في طعم رابع قال لي عليه بس ما لقيتوش موجود. الطعم اللي فاضل شوكولاته بالنعناع، انا ما لقيتوش بس جبت دول معاه. فريسكا بتنافس فلوس بتاعت جالاكسي، مستبشر خير بالمنتج دوت، لان حاسس ان شركه فريسكا من ساعه ما طلعت وهي بتعمل منتجات عظيمه جدا. شركه توفيل سمعت ان هي بردك عامله حاجه غريبه كده وجديده، دي شوكولاته محشيه كريم كراميل، معرفش ايه دنيتها ولا ايه وضعها، ولقيتها حلو وسعرها حلو جدا، فنجربها مع بعض. او جي دوت منتج احنا جبناه وجربناه قبل كده، بس جربنا منه اطعمه مختلفه، انا قررت دوت لانه عجبني الصراحه، ودوت لقيته لسه طالع جديد قلت اشوفه كمان. شركه مصريه 100% ومنتجاتها حلوه جدا واسعارها رخيصه. وباقي منتجات كورونا عامله شوكولاته بالفندق او بالفستق تقريبا، مش عارف بالظبط، بس هي زي ما هي كاتبه كريسبي شوكولاته فندق، انا مش عارف ده ايه بصراحه، فهنجربه بردك مع بعض ونشوفوا ايه وضعه. شركه بليزو عملت المنتج ده وعملت برده منه ده، هو بس طبعا مش عايز اقول لكم ان الفرق من 3 جنيه ل 10 جنيه. هنشوف الاثنين وايه وضعهم، لان الشركه ديت كانت اول ما نزلت المنتج ده منها عمل عظمه وضجه جامده جدا، راح جايه منزله منه ده. يلا بينا نجرب المنتجات دي مع بعض ونشوف مين فيهم الاحسن والاوحش اللي نبعد عنه واللي هيقدر ينزل سوق التنافس مع جالاكسي وكادبري. انا شايف ان احنا نبدا باول منافس والمفروض انه يبقى الاقوى على الاطلاق للشركتين دول، هي شركه كورونا، شركه من زمان ليها خبرتها وليها قوتها في السوق. خلينا نشوف الاطعمه بتاعتها عامله ايه ويلا بينا نجرب واحد واحد. انا هنجرب الاول بتاعهم برتقال عشان انا مش عارف طعم برتقال في الشوكولاته بيعمل القطعه ديت سعرها 18 جنيه، طبعا انا مش قادر اعرف هي هل فعلا تستحق السعر الكبير دوت ولا لا. هما بيقولوا ان هي محشيه من جوه برتقال، هي فعلا محشيه برتقال بس هنشوف بقى الطعم ايه نظامه. يلا بينا مع بعض، بسم الله. طعم الشوكولاته حلو جدا، لكن طعم البرتقال مخلي طعم الشوكولاته مش حلو. انا شايف منتج كويس كطعم شوكولاته، وكورونا من زمان بتقدم منتجات حلوه جدا، وزي ما هي كاتبه ان هي من سنه 1919 من ثوره سعد زغلول. الشركه دي بقى لها زمن وعمر كبير جدا بتقدم شوكولاته ومنتجات حلوه، لكن قلشت المره دي في طعم البرتقال فما كانش احسن حاجه، لكن كطعمها كشوكولاته كويس جدا. سعرها غالي مقابل المنتج اللي بتقدمه بالجوده ديت مش احسن حاجه. خلينا نشوف طعم الفراوله، ده طعم الفراوله منه هنشوفوه، ده برده سعره 18 جنيه. طعم الفراوله عامل فيه ايه بقى؟ نفس شكلها، هي نفس المنتج، نفس الشكل تقريبا. ريحه الفراوله فيه حلوه قوي بقى بصراحه، بس هندوقها بقى. طبعا شايفين الفراوله من جوه، طبعا هي مش فراوله، هي حاجه كده طعم فوار الفراوله. طعم الكريمه بتاعها مع الفراوله مديها طعم لذيذ جدا، لكن برضو شايف ان الشوكولاته طعم الفراوله مغطي عليها، فانا شايف بس بصراحه للامانه طعم الفراوله فيها احسن كتير جدا يعني. على كل ان هي عامله طعم تالت ورابع، خلينا نشوفهم مع بعض ونشوفوا طعم الجوز الهند منها عامل ايه. ده طعم جوز الهند، خلينا نشوفوه، برضو سعره 18 جنيه. ريحه جوز الهند قويه جدا بصراحه، بسم الله. طعم الشوكولاته المره دي ظابط قوي مع جوز الهند، طعمهم حلو قوي وميكس جميل جدا. ينفع تبقى شوكولاته مع جوز الهند كده متظبطه، طعمها حلو قوي قوي بصراحه. هنا طعم الشوكولاته ظابط وطعم الحليب باين جدا في الشوكولاته. طيب خلينا نجرب منها بقى اللي هي بيقولوا عليها بالكريسبي دي، علشان خاطر انا مش عارف بقى هيبقى طعم الكريسبي عامل ازاي فيها، فيلا بينا نشوفوها وانا مستبشر بيها خير. دي الكريسبي، نفتحوها كده مع بعض زي ما قلت لكم، بص هم كاتبين عليها ان هي من سنه 1919، شايفين؟ شركه قديمه قوي. دي بقى سعرها 17 جنيه بس مش 18 زي الثانيه او 19، 18 تقريبا. ده حجمها، شايفين انها صغيره شويه بس طبعا اصغر منها بكتير بيبقى اغلى من كده في الشركات المنافسه سواء كادبري او جالاكسي. الشوكولاته باين ان هي طعمها خام اكتر من ان هي فيها حليب، يعني مش غنيه بالحليب زي ما هم بيقولوا. انا شايف ان مش احسن حاجه. طعم الكريسبي فيها واضح قوي قوي، كريسبي طازه تحس ان هو بيقرمش، لكن كريسبي لا بندق ولا
لوز ولا اي حاجه من دي خالص، مش نوع من انواع المكسرات نهائي. فانا شايف لا دي بعيده شويه ان هي تقدر تقارن اي شركه من الشركتين الكبار. لكن خلينا نشوفوا حاجه تانية ممكن تقدر تنزل معانا سوق المنافسه. طبعا احنا عارفين اسعار الفلوس دلوقتي بتاع شركه جالاكسي عامله ايه. شركه فريسكا عامله حاجه بتنافس فلوس، والمفروض ان هي سعرها 9 جنيه ونص. انا جايبها سعرها كده، فيها 4 صوابع، المفروض ان هي من بره شوكولاته ومن جوه شوكولاته، وباين ان هي تقيله. فالمنتج دوت المفروض ان هو افضل حاجه. فخلينا نشوفه بقى طعمه، هل هيقدر ينافس فلوس ولا لا. انا جربت فلوس قبل المقاطعه وكانت حلوه جدا. طبعا فلوس هم 4 صوابع زي ما انتم شايفين. خلينا ندوقهم واحد واحد. بسم الله. طعم الشوكولاته حلو جدا، والقرمشه بتاعت الويفر الداخليه ممتازه بصراحه. طعم كريمه البندق فيها اللي جوه الشوكولاته نفسها طعمه حلو. كميه الشوكولاته اللي جوه منها حلوه كبيره. فبصراحه قدرت تنافس على فكره، وانا شايف ان هي قدرت تنافس جدا وبسعر رخيص ومنتج مصري 100%. تحياتي لشركه فريسكا. كاتاكيتو فينجرز، شركه الشمعدان المشهوره بالشعار بتاعها، شايفين ده شعار شركه الشمعدان وهي مشهوره جدا بيه. شركه الشمعدان من الشركات القديمه جدا بقى في السوق. افتكر من وانا عيل صغير كنت بجيب منها منتجات، قاعده تطور في نفسها ووصلت لمنتجات حلوه جدا لدرجه ان هي بتنافس شركه كيت كات. طبعا شركه كيت كات احنا عارفين ان هي برضك معانا في المقاطعه، فعملت كاتاكيتو فينجرز. وخلينا نشوف طعمها ايه، هل فعلا تقدر تنافس ولا لا. المنتج ده سعره 13 جنيه. هو مش غالي من الكيت كات، فطبعا انا شايف ان هو لا سعره كويس جدا. بس شركه شمعدان ما بتجليش منها حاجه، فهنشوف ولا المره دي برضك ما جلتش منها كالعاده ولا اي كلام. بصوا نسخه طبق الاصل من كيت كات، شايفين نفس الصوابع، هي كل حاجه. خلينا نشوف بقى الطعم ايه نظامه. بسم الله. الدسم بتاع الشوكولاته قوي وواضح جدا، لكن طعم الحليب قليل قوي. فاعتقد لو كانت نسبه الحليب في الشوكولاته بتاعتها كانت اقوى من كده كان بقى الطعم احلى. مش احسن حاجه مقارنه بالمنافس بتاعها. المنتج سعره اقل كتير من المنافس التاني، لكن الطعم مش احسن حاجه مقارنه بالمنافس. فانا شايف ان هي كانت محتاجه تظبط بس في كميه الحليب اللي هي ممكن تبقى في الشوكولاته، الموضوع هيبقى احسن كتير جدا. لكن كطعم الشوكولاته طعم كويس. طعم الويفر الداخلي، الويفر طعمه حلو جدا وهش، يعني مش طري او حاجه، لا هو بيقرمش، طعمه جميل جدا. لكن كميه الحليب اللي موجوده في الشوكولاته قليله. خلينا نخش على المنتجات اللي باقيه علشان خاطر ابتدينا نخلصهم. المنتج دوت اللي انا منبهر بسعره بصراحه. اعتقد ان لو طلع طعمه حلو هيتسحب من السوق بشكل كبير جدا. المنتج ده مصري 100%، اول مره اشوفه بصراحه. لكن انا عايز اعرف ازاي سعره 8 جنيه. هنشوفوه مع بعض، حجمه تقيل، وهنشوفوه مع بعض دلوقتي طعمه عامل ازاي كمان عشان نشوفه هل سعر مقابل جوده ولا لا. دي شكلها، بصوا حتى الكراميل اللي جوه منها باين ان هو حلو جدا. الريحه ما اقولكوش بصراحه، ريحه حلوه جدا. بسم الله. يا عيني طعم الشوكولاته مع الكراميل بتاعها. الكراميل مظبوط جدا وسكره مظبوط قوي، والشوكولاته جميله جميله جميله. بصراحه المنتج ده 10 من 10. طعمه حلو قوي، طعم الكراميل اللي فيه حلو قوي قوي، الناس اللي بتحب الكراميل. وطعم الشوكولاته متظبط جدا، فبالتالي هو ما فيهوش غلطه في حاجه. الشركه دي بصراحه انا هبدا ادور عليها كتير، لان اكيد لو عندها منتجات تانية انا مش هبطل ادور عليها. خليكم متابعين عشان خاطر المنتج ده هندور عليه ونجربوه في اي حاجه تانية هنلاقوها. تمام. واهو خدوا سكرين شوت عشان تدوروا عليه معايا، لو لقيتوه قولوا لي. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب علشان خاطر هنجرب حاجات جديده مع بعض ما تفوتكوش. يلا بينا نكمل الفيديو. دي فيديو صغيره ودي مامتها الكبيره. هنجرب الطعمين بتوعهم وهنشوف الفرق ما بينهم. دي 3 جنيه ودي 10 جنيه، الفرق 7 جنيه ما بين منتجين من نفس الشركه. يلا بينا نجربه ده وده. ده شكل من 3 جنيه شايفين، وده شكل من 10 جنيه شايفين. هنكسرهم بقى من جوه ونشوفه. ده شكل ام 3 جنيه من جوه، اما بقى فده شكل ام 10 جنيه من جوه. فرق كبير طبعا، مش محتاج اقول لكم يعني. ده فيها بسكوته كامله ودي فيها فلوسيه صغنونه. طب هل بقى في فرق في الطعم؟ بسم الله. ده طعم بليزو اللي احنا متعودين عليه، الطعم العادي جدا. شوف بقى الطعم بتاعها التاني ام 10 جنيه. الفرق الغريب ده ازاي يعني؟ طبعا مستحيل حد يصدق ان في فرق كبير جدا في الطعم. هنا الطعم البليزو العادي اللي احنا متعودين عليه، طعم الشوكولاته العاديه جدا. هنا بقى طعم الكراميل احلى كتير، طعم البسكوت احلى كتير قوي، طعم الشوكولاته احلى كتير قوي قوي قوي.
طبعا في فرق باين جدا في السعر، الصرف بيبان عليها، الصرف باين. فطبعا بليز ام 10 جنيه احلى بكتير من ام 3 جنيه. الفرق جدا باين في الصرف ما بين الاثنين. بالمناسبه شايفين كده حتى لون الشوكولاته، بص كده، دي غامقه عن دي فيها حليب اكتر، متشبعه منتجات اكتر، مخدومه اكتر. فطبعا الفرق كبير جدا، 10 جنيه فرق 7 جنيه من 10 جنيه، الفرق كبير ما بين الاثنين. اخر منتج معانا او جي. الشركه ديت عملت منتجات حلوه جدا، انا كنت مجرب دول معاك في فيديو قبل كده، ده ب 6 جنيه ونص. البسكوت ده طعمه حلو جدا، فبالتالي لما تعمل منتج منه ماكس شوكولاته وطعم الشوكولاته فيه هيبقى باين اكتر، هيبقى المنتج حلو اكتر. خلينا نشوفه بقى هل حلو فعلا ولا اي كلام. ده حجم القطعه، شايفين؟ انا مستبشر جدا بطعمها بصراحه. بسم الله. بصراحه اكتر حاجه بتميز البسكوت ده بالذات ان طعم الشوكولاته بتاعته مميزه جدا، وطعم البسكوت بتاعه بيرجعني لزمان قوي. قلت الكلام ده في الفيديو اللي قبل كده، لكن هو لسه محافظ على نفس الطعم بتاع البسكوت ونفس الكواليتي. بصراحه طعمه حلو 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 قوي. البسكوت ده ثمنه 6 جنيه ونص، وانا ما اتمناش ان هو يتقطع او طعمه يتغير. ف شابوه بردك لشركه او جي، المره الثانيه بتبهرنا بمنتجاتها وبحاجاتها، وده اعتقد هيبقى منافس قوي لاي شركه تنزل في السوق، سواء كانت موجوده مقاطعه او لا، او كانت موجوده مصريه، فهو هيكون منافس قوي ليها وبشراسه. طيب، وده كان نهايه الفيديو بتاعنا النهارده، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب زي ما قلت لكم، وقولوا لنا اي حاجه حابين تجربوها مع بعض في الكومنتات نكون بنجربها مع بعض، واشوفكم في فيديو جديد، وسلام.